ابو الشير ليش ما عم تفتح لنا الباب؟ الشير ليش ما عم تفتح لنا الباب؟ ها؟ ليش ما عم تفتح لنا الباب؟ تحياتي لحلو ابو الشير. ما حدا بخبر ابوه؟ ما حدا بقول لابوه بابا انا جاي؟ جلال فجأة قرر يعمل مفاجأة لوالده وسافر عليه على السويد، وما بعرف ليش ما سافر بالطيارة وراح بالباص، وتعب كتير بهاي السفرة وباس التوبة انه ما بقى يسافر بالباصات، والتقى بكل قرايبهم اولاد خالته اللي عايشين بالسويد. وبصراحة ممكن يكون سبب هاي السفرة لحتى ينزلوا كلياتهم على دبي ليحتفلوا باختهم سيدرا. شلونك؟ بابا بتعرف شلون جيت لهون؟ جيت باص من برشلونة لألمانيا صحيح 20 ساعة، وباص من من ألمانيا للسويد 13 ساعة مشان أعمل لك مفاجأة. بالباص جيت؟ اي والله 35 ساعة. أهم شي وصل بخير والحمد لله على سلامته، وكانت مفاجأة كتير حلوة لوالده. وهلا رح ننتقل لشيرو ومقلبه مع أخته سيدرا. فجأة خطر بباله يعمل فيها مقلب إنه يخبرها ويقول لها إنه هو عازم 50 شخص من طرفه على الخطوبة. فشيرو كل فكره إنه سيدرا رح تتضايق من هذا العدد الكبير، بس ردة فعلها لسيدرا فاجأته كتير. مسوس برو، بدي ابعت لك قائمة معازيمي عشان الخطبة. طيب طلعوا 49 واحد. قديش؟ 49 واحد. طيب ماشي. بعت لي اسماء وارقام اذا عندك ارقام، لانه بكره بدي بكره لازم ابعت الدعوه لانه خلص قربت الخطبه. عن جد؟ ايه اوكي ماشي. انا بكره رح ابعت الدعوه. ماشي مسوس حبيبتي، الله يتمم لك على خير. وكتير تفاجأ بردة فعلها مثل ما شفتوا، وصار يقول ام شيرو تسلم ايديكي على هالترباية. ومثل ما شفتوا سيدرا شو قالت؟ انه بكرة رح تبعت الدعوة للمعازيم، يعني احتمال كتير كبير الخطوبة تكون الاسبوع الجاي. تحكي عم تحكي بطريقه رسميه. وفانه دماغي. عم بدعي لك الله يتمم لك على خير. شو يعني برو؟ يلا ديري بالك، ديري بالك على حالك، ما بعرف. ديري بالك على حالك. يلا باي. لوف يو. باي. love you باي. والله يعني ما بعرف اذا عم بتسلك لي ولا لا، بس يعني مشيرو يعني ايديكي على الترباية يعني والله العظيم ما شاء الله يعني. ولا كنت عم بتسلك لي؟ لا ما اظن. ما حسيت انا يعني والله يعني مسوس. ايش تقول لك؟ ما حتقول لك لا يعني. ما حتقول لك لا. خجلتني صراحة. خلص بدي اعزم شوف اذا دبر 50 واحد. تفضلوا جايز. بصراحة نحن كتير متحمسين ليوم الخطوبة، وخصوصي انه نحن جايين على فصل الصيف والاجواء رح تكون كتير حلوة، وكلياتنا متحمسين لهذا اليوم لحتى نفرح فيهم وننبسط بالاجواء، لانه عطول حفلات عائلة البيوتي بتفوز وبتصير فيها اجواء لا تعاد ولا تكرر. اكيد الكل رح يشاركني الرأي. شو رأيكم بالشي اللي حكينا فيه؟ بتمنى تعطوني آرائكم بالكومنتات، واكيد لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة ليصلكم كل شي جديد عم ننزله، وتضلوا بألف خير يا رب.